لا، قصة 100,000 يورو قصة وهمية من تأليف وإخراجها. معرفش بتجيب القصص دي منين. أنا كنت في يوم في المطعم وفوجئت بعنوان فيديو: الحقونا دي علينا 100,000 يورو ضرايب. قلت الله، 100,000 يورو ضرايب؟ ده أنا معيش إلا يعني ما حلتش إلا لبس في البلد دي، هيجي عليها 100,000 يورو ضرايب بتوعي دي كده عشان يحلها لي، وفي محامي تاني هاخده برضه المشكله تانيه. مش كفايه عليا المشاكل اللي سابها لي، ادفع كمان ضرايبه؟ انا كفايه عليا الضرايب اللي دفعتها لنفسي. انا متطلقه، انا حتى كنت متجوزه معاه سيبراسيون دي بيان، يعني ماليش حق ادفع له اي حاجه في اي مشكله هو عملها. متجوزه معاه ايه؟ انتوا اخدتوا بالكوا قالت انا متجوزه معاه ايه؟ يعني مش من حقك تدفعي له اي حاجه؟ مش من حقك تسد عليه اي حاجه؟ هو الناس اللي بتسمعك مغيبه؟ هو انت عامله لهم تعزيمه كده بتشد الناس يسمعوكوا بس؟ انا مش عارفه الصراحه ان انت قايله الكلام ونفياه في نفس الفيديو، والعالم شايفاكي عادي لا مبالاه. انتوا ما خدتوش بالكم من الجمله؟ خد عمل السلف من بنك، عمل حاجه هرب، انا ماليش دعوه دلوقتي، انا بخلي مسؤوليتي. عرفتوا يا جماعه انا كنت مصممه ليه على الطلاق؟ انا كنت مصممه على الطلاق وعايزاه يخلص بسرعه عشان انا اخلي مسؤوليتي. كنت مصممة على الطلاق يا حلوة علشان تلحقي تشوفي فريسة، تلحقي تجيبي كيمو كما كيمو يا بيت، وتنزلي للبوزياد يا بيت. ده انت كنت بتعملي ده كله عشان تلحقي كده، مش عشان خاطر تخلي مسؤوليتك يا كدابة. ده الفيديو ده جايب لك تشكيلة حلوة، استنى عليا. اخلي مسؤوليتي، الراجل ده يكون عامل حاجه يكون عامل تخبط في عربيتي، مش عارفه هي مش واخده بالها ولا ايه. خفت الراجل ده، صممت على الطلاق بسرعه. الناس اللي بيقولوا انت عايزه ترجعي له، هتموتي وترجعي له، وبتجيبي سيرته عشان هتموتي ويرجع لك، ورضا مات يا بهاء. الحب ده لحد، او يمكن مع طريق الاولاني ما حبيتوش الحب ده، فكان جوه قلبي كميه حب فظيعه فظيعه ما طلعتش لحد خالص في حياتي. فلما جه الزوج التاني ودخل حياتي، عاملني معامله حلوه جدا، عشان ما اكونش برضو منافقه. انتوا شفتوا بعينكم في الفيديوهات الراجل عاملني كويس وعاملني بمنتهى الحب، وكان بيعطف عليا وكان متقي ربنا فيا. فطبعا حبيته قوي، يعني طلعت كل الحب اللي جوايا. كنت فرحانه قوي، كنت فرحانه قوي قوي. احيانا كنت مش مصدقه نفسي، كنت بقول يا رب انت بعت لي ملاك من السماء وانا مش واخده بالي. يعني يا رب انت، كنت انا احيانا يعني بقعد اركع واشكر ربنا، واحيانا كنت انام واصحى واقول انا بجد عايشه مع انسان مخليني سعيده وفرحانه كده ومحقق لي السعاده وبيحبني وبيعطف عليا وبيضمني وبيضمني بحب وبيضمني باخلاص، ولما بيبوسني بحب. ما كنتش مصدقه نفسي، كنت حاسه ان ده كتير عليا، كنت حاسه ان ده كتير عليا. معقوله يا رب؟ كنت ارجع واقول اشكرك يا رب، اشكرك، انا عايشه في الجنه، انت اخيرا عوضتني يا رب، اخيرا عوضتني بانسان بيحبني. ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اتحب في يوم من الايام. كان عندي شك ان ممكن في راجل يخش حياتي ويحبني. فكنت بركع اسجد لربنا، اقول له يا رب شكرا، حققت لي دعوتي ان انت بعت لي انسان يحبني كده. كنت كل يوم اصحى في السنه الاولانيه اقول هو انا بحلم؟ يا رب ما اكونش بحلم، يا رب ما اكونش بحلم على السعاده اللي انا فيها، يا رب ما اكونش بحلم، يا رب يكون حقه حقيقي. لان انتوا عارفين احيانا احنا ورجع. انا ايش عرفني دخل اوروبا وراح عند القرعه، انا ايش عرفني بالتواريخ دي؟ انا ايه الحل في الموضوع ده دلوقتي؟ انا بصراحه دمي اتحرق، دمي اتحرق. الجواب وش وظهر طالبين مني معلومات وحاجات. انا طالبين وبعتين له يا حبيبتي جواب ان هو عندك في البيت ولا لا. دي اول حاجه. تاني حاجه، الراجل ده عايش في فرنسا ولا لا؟ طب ساب فرنسا امتى؟ علشان دي كلها لازم تجاوبي عليها. ما جاوبتيش غيرك بيجاوب، وده الجواب كان جاي له هو مش جاي لك انت، على بيتك انت، عشان هو كان اخر حاجه واخر عنوان عندك انت في بيتك. واخده بالك؟ هو انت يا ولية مش لسه قايله ان انت متجوزاه، والجواز اللي انت كاتباه ان انت مش مسؤولة عنه ولا تدفعي له ولا يدفع لك؟ الا
امال دلوقتي بتقولي ايه اللي عرفني ان هو سافر ولا ما سافرش ولا دخل اسبانيا ولا ما دخلش؟ ده هو انت اللي حرقك كله ان هو مشي من على ساحة اليوتيوب وعبير اختفت، فانت خلاص هتتهبلي وتعرفي الاتنين دول اتجوزوا ولا لا، او الاتنين دول مع بعض ولا لا. ما قلنا لك رضا اتجوز وعبير مع جوزها، ارحمي نفسك. مين ده اللي ارجع له؟ انا لو كنت عايزه ارجع له ولا كنت عايزاه افضل على ذمته ولا يفضل على ذمتي، انا ما كنتش عملت الطلاق، ما كنتش جريت عليه ورحت وعملت وصورت او. يا بت انت رجعت وطلعت تجري في الدنيا عشان تتطلقي يا بت، عشان تخلي مسؤوليتك بذمتك ودينك، ولا عشان تجري ورا ابو زياد وتشوفي كيمو كما كيمو وتدوري على فريسة يا بت عشان تلحقي قبل ما تفطسي كده وما يكونش معاك راجل وتفرسيه بقى في اللي انت هتعمليه مع الراجل الجديد. لكن للأسف حظك اسود، مفيش رجالة. استنوا ما اجيب لكم المقطع التاني. وخليت المحاميه تجري لي هنا، والمحاميه الاخت التانيه اللبنانيه بقينا نجري ونعمل اوراق ونصور، وكل 3 شهور يطلبوا مني حاجات جديده، واروح على البلديه واصور، واروح عند اللوسييه وده. انا لو كنت عايزاه ما كنتش رحت اتعذبت ودفعت الفلوس وطلقت نفسي، كنت فضلت لو كنت ميت عليه زي ما انتوا بتقولوا. اما اللي بيقولوا لي بتجيبي سيرته كل شويه، من ناحيته ما عملش حاجه خالص ما عملش حاجه خالص ان يصالح او يبادر او كده او ينزل من نفسه شويه عشان يعني خاطر العشره اللي كانت بينا. انا لقيت نفسي اللي عماله بنزل واضحي واركب طياره واروح واجي، فقلت لحد امتى اهدى اجرح كرامتي يعني. فلما لقيت في قسوه ليه، تعالوا بروح امكم حلوا مشاكله اللي هو سايبها لي، ها، وانا ما اجيبش سيرته تاني. تعالوا ادفعوا لي القرض بتاعه وانا ما اجيبش سيرته تاني. قصة 100,000 يورو قصة وهمية من تأليف وإخراجها. معرفش بتجيب القصص دي منين. أنا كنت في يوم في المطعم وفوجئت بعنوان فيديو: الحقونا دي علينا 100,000 يورو ضرايب. قلت الله، 100,000 يورو ضرايب؟ ده أنا معيش يعني ما حلتش إلا لبس في البلد دي، هيجي عليها 100,000 يورو ضرايب بتوعي؟ حاجه ونكر كل شيء وطلع عليا. هو انتوا اللي طلع عليكم؟ هو انتوا اللي اذاكوا معنويا؟ هو انتوا اللي شتمكم بعد النقران الجميل؟ هو انتوا اللي خانكوا؟ هو انتوا اللي غدر بيكوا؟ هو انتوا اللي نكر جميلكوا؟ هو انتوا اللي ساب لكم مصايب وهرب؟ حتى سابني اطلق نفسي لوحدي، قال لي اتصرفي طلقي نفسك بنفسك، وانا اللي لما جينا نتجوز انا اللي دفعت حق الجواز. أعوذ بالله منك يا شيخ. يعني سابلك اليوتيوب وطفش، وسابلك فرنسا وراح على مصر وطفش، ومش سايباه وقالك طلقي نفسك بنفسك وبرضه مش سايباه. يخرب بيتك من حالك. أنا ما شفتش ست ما عندهاش كرامة بالطريقة دي والله. والتأليف بتاعك وهو اللي قال بلسانه. أنا ما بجيبش حاجة من عندي يا أختي، كل واحد فيكم نطق بكلمة جبتها للناس. أنا بس بقولك الرخيص بينداس عليه والغالي بيتحط في البتارين نتفرج عليه. دفعت حق المترجم ودفعت حق النوتير، دفعت حق الجواز ودفعت حق الطلاق، ودفعت حق ال3 سنين دول، ال 21 سنة اللي عشت بيهم بفرنسا أحوش فيهم قرشين. جه في 3 سنين خد يعني كان جدع. جه 3 سنين أخد فلوس، أخد صحة، أخد وقت، أخد كل حاجة، ولحد دلوقتي عمالة بجري عشان أحل مشاكله. أنا بقى عايز أعرف الناس اللي عايشين بفرنسا دول دلوقتي، اللي عايشين اللي عاملين نفسهم بقى فوق قانون ولاد الكلب. طبعا مش بتكلم عن المحترمين. انا بقى دلوقتي اعمل ايه دلوقتي؟ انا عشان اضيع وقت واروح للضرايب تاني ضمنضيغه ولا؟ رضا راجل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا اول ما اتجوزت رضا بعد الحادثه بتاعت الحادثه اللي عملتها في الشارع هنا، الحادثه بتاعت العمل اسمها اكسيدو دو تراجي دو ترافاي. كنت يعني ادوني زي ادويه علشان كان بيجي لي كوابيس كتير، ومريت بفتره وحشه جدا في حياتي، وخاصه قبل ما اتجوز رضا جات لي صدمه كنت حكيت لكم عليها، ان كنت هتجوز واحد من قرايبنا وما تمتش، وجات لي فتره كنت كتير تعبانه نفسيا، ان في حاجات كنت ببقى عايزه اعملها وما بتتمش في حياتي. فاول ما اتجوزت رضا اول حاجه يعني شافني بقى او لفتت نظره، لاني باخد بعض البرشام بتاع النوم والمهدئات دي، قال لي لازم تمنعيها.
قلت له لا يا رضا انا متعود عليها. قال لي عشان خاطري امنعها. قلت له ما ينفعش، لازم على الاقل امنعها باستشاره طبيب وبالتدريج. فقال لي انا همنعها لك. بين استاذ رضا لاصف ادوني عنوانه وخليني اروح اديله الضرايب عشان اخلص. حد يجيب لي عنوانه بالابشيط ولا بتوع ابشيط يجيبوا لي عنوانه. واحنا يا اختي اللي كنا متجوزينه ولا انتي وعشتي معاه زي ما انتي بتقولي، المفروض احنا ما نجيبش صوره ولا نجيب صوته. يعني انتي طلقته وانتي من باب اولى تبقى عارفه عنوانه. ولا اقولك يا بت روحي لاختك اللي اتصلت بيه من وراكي علشان تصلح ما بينكم، وانتي في الاخر قال ايه عرفتي؟ دي كدبه برضو. هي اختك عرفت رقم تليفونه من فين؟ يا لهوي عليكي. بالفيديو قلت يا نهار ابيض، ايه ده الموضوع بحقه حقيقي بقى يعني، ده بجد. فبرضه ما رضيتش اعلن عن طلاقي ولا اتكلم ولا اقول اي حاجه. قلت برضه ان شاء الله هحاول وهيرجع وهتاسف له واعتذر له، ومستعده ابوس الايدين وابوس الرجلين بس ارجع للسعاده اللي انا كنت فيها. يعني قلت فرنسا تحط اسمه على الحدود في كل دول العالم، ان الراجل ده لو طلع في اي حته عليه ضرايب لازم يدفعها. احنا ما نجيش نعيش في فرنسا 8 سنين ولا 9 سنين ناخد منها قد كده ونطلع نرمي. ده انت رامي كل حاجه وماشي. ده انت سيبك من الفيلم الهندي ده، سيبك من الفيلم الهندي ده. ده لو واحد قتل حد في فرنسا يا اختي وطفش على بلد تانية ما حدش بيجيبه. انت هترسمي الدر، هيحطوا اسم رضا على كل الاماكن. ليه ليه بنت تبع بن لادن ولا تبع مين يا اختي؟ يخرب بيتك يا مصيبه كبيره. خدي لك حبابه بت، خدي حبات المهدئ بتاعتك يا اختي وهدي كده نفسك وهدي اعصابك. مش كل يوم والتاني طالع علينا بفيلم هندي، حرام عليكي. حلتش. ولا انت لا قفلت حسابك ده ولا قفلت ده ولا عملت ده ولا حليت مشاكلك هنا ولا طلقتني. ده انت سبتني غرقانه لوحدي ومشيت. سبتني بغرق ومشيت. اغرقي في الكارد، اغرقي في المشاكل، اغرقي في الضرايب، اغرقي في مع الاخساف، اغرقي 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 اغرقي. انا يعني اولا انا مأجره المطعم دلوقتي متأجر وبيدخل لي ايجار حلو بالشهر والحمد لله. يعني لا ايه يا نقه يا حلبقه؟ عامله ايه؟ مأجره ايه؟ مأجره المطعم اللي ايه؟ اللي بدك تدفعي له ضرايب ليه؟ لانه كان مين اللي متأجره؟ كان رضا. وطلعتي يا غبيه بلسانك اعترفتي مطعمك وشقة ياسمين وفيروز اللي انت فيهم دلوقتي املاكك غير البيت. بس لما الضرايب اخدت مني كمان مبلغ زي ده اتنرفزت بصراحه. انا مالي ومال المشروع مطعمه، ولا مالي ومال الشغل اللي اشتغله. انا مالي انا. هو عمره في حياته ما دفع ضرايب، عمره في حياته ما دفع ضرايب. انا مأجره المطعم دلوقتي متأجر وبيدخل لي ايجار حلو بالشهر والحمد لله. يعني لا، قصة 100,000 يورو قصة وهمية من تأليف وإخراجها. معرفش بتجيب القصص دي منين. أنا كنت في يوم في المطعم وفوجئت بعنوان فيديو: الحقونا دي علينا 100,000 يورو ضرايب. قلت الله، 100,000 يورو ضرايب؟ ده أنا معيش إلا يعني ما حلتش الا لبس في البلد دي، هيجي عليها 100,000 يورو ضرايب بتوعي. حبايبي الحلوين، اكيد كده انا اديت الامانه، ما جبتش حاجه من عندي. طلقها طلع بلسانه وكذبها وقال بتاعه افلام واخراج. طيب هسيبكم هنا